الاخوان التوانسه اللي لعبوا معنا البارح في الماتش ديال المغرب وتونس، هذا هو اللي ماركا البيت. الاخوان عرفتي شنو داروا؟ عرفتوا شنو داروا الاخوان؟ ملي سال الماتش مشاو لمستودع الملابس، نظفوه ونقوه ورجعوه هكا كيشعل. وهذا اللي ماركا البيت الاخوان في الانستغرام ديالو شكر المغرب على التنظيم وعلى الاستقبال، شكر الجامعه. شي التربيه كيفاش دايره؟ راه اللي مربي مربي، راه اللي مربي مربي، ما يحيدلو حتى شي واحد. واللي طقلق راه طقلق، وانتم عارفين شكون هما الطقلق. هما اكيدين فول وطعميه اللي قال لك كاين ناموس. اما هادو راه برا دراري 17 عام راه باقيين صغار، ولكن اللي جابوهم معاهم جابوا مؤطرين. نشوف شنو داروا. الصحافه دابا تكتب عليهم، كلشي يهضر عليهم. برافو التوانسه، برافو التوانسه، ما عندي ما نسالكم، تحياتي لكم. لاعبي منتخبنا التونسي أقل من 17 سنة قاموا بتنظيف غرفة الملابس متاعهم بعد المباراة، ويحيى الجليدي نزل على الانستغرام متاعه الصورة كيفاش الغرفة نظيفة جدا، ويشكر المغرب على حسن الاستقبال. نزلها صورة في الانستغرام، باجات مغربية وصفحات كبيرة تناقلتها، وسائل إعلام كبيرة. أقسم بالله فرحتونا، أقسم بالله انتم المستقبل، أقسم بالله هكا تجي الرياضة. بصراحة نفتخر كثيرا كثيرا باللي عملوه وليداتنا الصغار هذم. أقل من 17 سنة هكا لازمها تكون العقلية، ينظفوا غرفة الملابس متاعهم. ذكروني بالمنتخب الياباني وكأس العالم والنظام. هي هذا اللي نحبوه، هذه الرسالة نحب نوصلوها، خاطر الرياضة لازم النظافة في المخ أولا. ويحيى جليدي ينزل ويشكر المغاربة على الاستقبال، وجليدي يسجل لك هدف كما هذا. اغزر شوف الهدف، شوف خويا، شوف الكورة كيفاش بدات من اصله. المنتخب التونسي بونتو مزيان برشا، راك ما شفتوش من الاول انت. شوف الكورة كيفاش بدات من الاول، والله روعة ما شاء الله. بعد وصلت لجليدي الكنترول وبعد يحطها. والله شرفتونا، يعطيكم الصحة على المباراة الأولى الجيدة والمثالية والتعادل الجيد والجيست الجميلة هذه، والله فخورين برشا. عليه حد ما قال لي المغرب عندها ميسي في التشكيلة. مين هذا؟ منين طلع هذا؟ البارح ماتش منتخبنا التونسي مع اخواتنا المنتخب المغربي، كل شيء كان عادي، النتيجة وفات 1-1، كل شيء ممتاز. لكن هذا اللاعب يستحيل ما احكيش عليه. يا لا وشنية هذا؟ والله العظيم كما جاش تيشيرت المغرب نحسبه ميسي يلعب. نفس الوجه، نفس الشعر، نفس الطول. بالله شوف حتى المهارات يشبه ميسي بصفة مش عادية. انا اتوقع الفترة الجاية هذا باش يكون الوريث الشرعي لميسي. لا 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 ما شاء الله، هيك التريبلاج، هيك السكيلز. لا لا صدقني المنتخب التونسي كان يعاني قدامه. لا ما شاء الله ما شاء الله. بالله يكتبونا في التعليقات شكون هذا اللاعب، اسكو مثل المنتخب المغربي قبل، مع شكون يلعب فريقه الحالي. انا ما اعرف عليه، كان اسمه ابراهيم ريباش، ان شاء الله يكون الاسم دقته صحيح وربي يحفظه. لا 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 لا, لا. ما شاء الله. أوه, أوه, أوه. في لاعب مستحوذ على كل الأنظار من مباراة امبارح، مباراة المغرب وتونس تحت 17 سنة بكأس أفريقيا، وهو إبراهيم الرباج أو إبراهيم رباج. إبراهيم رباج الملقب بميسي المغرب، هو من مواليد مدينة ليستر في إنجلترا بجانيوري أو شهر 1 يعني 2009. يعني عمره حوالي 17 سنة، خلص ال 17. بيلعب مثل ما حكينا مع تشيلسي. لعب بالفئات السنية لمنتخب إنجلترا بأندر 15 وأندر 16، ولكن بعد ذلك اختار أن يلعب مع المغرب. تم استدعائه لكأس أفريقيا أندر 17 الماضي اللي فاز فيه المنتخب المغربي، وتم استدعائه بالتأكيد لهذه النسخة من كأس أفريقيا. أنا ما بعرف ليش ما تم استدعائه لكأس العالم، ولكن أعتقد أنها كانت خيارات مدرب أو كان مصاب، ما عندي معلومة فما راح أفتي بالموضوع. أساس أنه إبراهيم لما تحضر أول شيء هو أخذ مان أوف ذا ماتش بمباراة امبارح، أخذ رجل المباراة بمباراة تونس والمغرب. لما تتفرج على فيديوهاته وتشوف أداؤه وتشوف طريقة لعبه، هو جناح انفيرتد، جناح يمين طبعا، بيلعب بإجره اليسار انفيرتد، بيلعب لجوا أكثر ما بيلعب لبرا. قدمه اليسرى ما شاء الله تبارك الله عليه رائعة جدا، ممتازة جدا، يعني ولا أجمل من ذلك ما شاء الله. تمريراته ممتازة، تسديداته حلوة، مراوغاته ممتازة. قصير القامة فعنده القدرة على انه يراوغ بسهولة، مشان هيك هو بسموه ميسي المغرب، ولو انه شكله بيعطي على جواو فيليكس، يعني اقرب لجواو فيليكس كشكل، ما شاء الله عليه الله يحميه. فلاعب ممتاز.
والحط الوحيد على ابراهيم بس انه لازم يستخدم اجره اليمين اكثر شوي. هذا طبعا امر طبيعي جدا بالنسبه للاعبين اللي بسنه، فدائما بيكونوا مركزين على قدم واحده، ولكن كل ما استخدمت قدمك الثانيه اكثر، كل ما تدربت عليها اكثر، كل ما صرت اقوى وغير قابل للتوقع، والمدافعين والمدربين صعب يقدروا يوقفوك. فهي واحدة من المشاكل مثلا اللي بمر فيها لاعب مثل اندريك، حتى لامين يامال كان يمر فيها الموسم الماضي. الموسم هذا احسن شوي بس بعده عنده مشكله باجر اليمين، فدائما حاول تلعب بالاجرتين. ما عدا ذلك ابراهيم رائع ما شاء الله عليه، الله يحميه، راح يكون اكيد باذن الله نجم من نجوم كاس افريقيا، وراح يكون هو مستقبل الكره المغربيه باذن الله اذا ظل ماشي بنفس الطريقه هاي. انا شفت له فيديوهات وحتى تبعته على صفحه الانستغرام تبعه، شفت فيديوهاته، تابعوه بالمناسبه، دعموه. شفت فيديوهاته مع تشيلسي، اداؤه، الاهداف اللي صنعها يستحق كل الدعم صراحه. ما شاء الله عليه وعلى كل لاعبي المنتخب المغربي. وبصراحه اللاعبين الشبان عموما بكل المنتخبات، ان كان بالمغرب ولا تونس ولا الجزائر ولا اي بلد اخر، ولا سوريا ولا الاردن، يستحقون الدعم الكبير من قبل الجماهير. وهي نقطه اللي حكيت عنها بفيديو امبارح تبع الجماهير المغربيه.